ازيك يا عنتر بيه؟ اهلا يا حربي. تشرب جوفه؟ لا شكرا. شاي؟ قهوه؟ مش جاي اشرب حاجه يا باشا، انا جاي اسمع واتكلم. صح، اقعد اقعد. بفين؟ جهز العربيه واستنانا برا. امرك يا باشا. واحد رايحين في حته ولا ايه؟ هنروحوا للي يسمع ويريحك على الاخر. لو النبي وحياة ابوك بلاش يريحك دي، لحسن يعني في لغه افلام السيما لا مؤاخذه دي حاجه مش حلوه. سيبت ايه يا راجل انت؟ صدقني يا حربي اللي حصل ده انا ماليش ذنب فيه. الكلام ده برضه يا باشا مش غريب عليا وسمعته قبل كده، ولولا ستر ربنا يعني كان زمانك لا مؤاخذه بتترحم عليا. طب صدقني انه بادي، صدقني انه بادي يا حربي، هتشوف. ماشي يا عنتر بيه، هصدقك. يلا بينا. ايه ده؟ ده دنيا ودعاء جم. ايه اللي جابهم هنا؟ ازيك يا زين، انت كويس؟ انا كويس الحمد لله. طب وحربي حصل له حاجه؟ حربي بخير؟ حربي بخير. انت ايه اللي جابك هنا؟ لا احنا بس كنا يعني قلقنا عليكم فقلنا نيجي نطمن وبالمره بص على ابويا يعني. بقول لك ايه يا زين، هي بجد العربيه اتحرقت؟ انت عرفت منين؟ اديني عرفت وخلاص. طيب هو حربي فين دلوقتي؟ حربي راح مشوار وزمانه جاي. طيب احنا هنروح نطمن على عم نوفل ونرجع لكم على طول. يلا يا دعاء يلا. بعد اذنك يا زين. اتفضلوا يا بواب، اتفضلوا. بكل حاجه. اهلا يا عنتر بيه، اتفضل. يزيد فضلك يا عبد بيه. اهلا يا اخي حربي. انا سعيد جدا ان انا بقابلك للمره الثانيه، وده مكتبك في اي وقت. شرفت وانست يا حربي. جرى يا باشا، ده كده الحكايه تقلق لا مؤاخذه، ده على راي المثل كتر السلام يقلب معرفه. ظريف يا اخ حربي، ظريف. معلش يا عدل بيه، الظاهر ان حربي واخد على خاطره مننا، معلش. ليه كده يا اخ حربي؟ يعني سعادتك مش عارف؟ احب اعرف منك. بص يا باشا، انا في حاجتين اكرههم عنها، الغدر والخيانه. ودي عندك حق. مين يرضى بالغدر والخيانه؟ من حقك تزعل وتتضايق، بس احب اعرفك يا اخ حربي ان المسؤول عن اللي حصل ده خد عقابه، وعقابه كان قاسي قوي. واسأل عنتر بيه. احب اعرفك كمان يا اخ حربي ان من هنا ورايح التعاملات بتاعتنا هتتسم بالصدق والشفافية. مفيش مجال لا للخيانة ولا الغدر، بس يا ريت المعاملة تبقى بالمثل. والله يا باشا، انا لو كان من طبع الغدر والخيانه ما كنتش هسكت، كنت هقول للبوليس على كل حاجه ولا مؤاخذه واديكوا في 60 داهيه. ده جميل، احنا عمرنا ما هننساهولك. عشان كده احنا محضرين لك مكافأة، ومكافأة كبيرة أوي. انا مش عايز مكافآت. أمال عاوز إيه؟ عايز نصيبي من العمليه اللي فاتت، وعايز الامان. نصيبك وهتاخدوه بكرة ولا بعده؟ إيه حكاية الأمان دي بقى؟ والله يا باشا، احنا المره اللي فاتت قعدنا واتكلمنا واتفقنا وظبطنا، وساعه التنفيذ حصلت خيانه. وأنا قلت لك إن اللي بيغدر بياخد جزاءه. انا بقى الكلام ده كله ما يلزمنيش بمليم احمر. إيه بقى اللي يلزمك بقى؟ والله يا باشا ان يعني كلام المره الجايه يكون مع الباشا الكبير. لان اي كلام سعادتك هتقوله لا مؤاخذه يعني مش هصدقه. صار يا أخ حرب، أنت ابن حلال مصفي. أكيد أمك داعية لك، لأن الباشا بذات نفسه طلب مني نفس الطلب اللي أنت طلبته دلوقتي. عايز يقابلك ويتعرف عليك. بجد يا عدل بيه؟ بجد؟ الحاجات دي ما فيهاش هزار يا عنتر. اسمع يا حربي، انت هتجيلي هنا المكتب الساعة 5 بكرة. تيجي ومعاك صاحبك ده اللي اسمه زين. هاخدكم ونروح سوا نقابل الباشا ونفتح بقى صفحة جديدة. مرضي يا عم حربي؟ ماشي يا عدلي بيه،
بس يا ريت بقى تبلغ الباشا الكبير ان انا خلاص جبت اخري، واي حركه غدر او خيانه تانية انا مش هسكت لحد ومش هعمل حساب لحد. واظن انتوا شفتوا بنفسكم بنسلم البضاعه، لا انا ولا زين، ناس تانية خالص، ناس محدش يعرفها. والناس دي بقى يا باشا مش هتسكت لو انا او زين حصل لي حاجه، هيتكلموا ويقولوا ويفضحوكم، ولا مؤاخذه يعني هتروحوا في 60 داهيه. مفهوم يا باشا؟ مفهوم. هونت عليك يا دعاء تروحي وتغيبي المدة دي كلها وما تسأليش عني. معلش يابا غصب عني، وبعدين ما انا جيت لك اهو علشان اطمن عليك. تطمني على ابوكي بس؟ تخصى عليكي يا دودو. طب ومرات ابوكي؟ وعليكي طبعا يا خالتي، ما شاء الله، رحت وجيت ودنك زي ما هي بتسمع دبة النملة. اه والله. بقول لك ايه يا دعاء، مش يلا بينا بقى عشان تلحقي يعني شغلك في المستشفى. فعلا عندك حق يا دنيا. خدي يابا، خلي دول معاك وزي ما اتفقنا. ربنا يخليكي ليه يا بنتي، ربنا يخليكي ليه. يلا اشوف وشك بخير بقى. وانت بالآخر. سلام بقى يا خالتي. بالاذن يا روحي. سلام يا عم. مع الف سلامة يا دنيا. سلام يا دودو. يا نوفل يا حلولي حلوين اهم، شعر من جلد كبش. ايه راح فين؟ دعاء دعاء، انت هتمشي على طول ولا ايه؟ يا زين، ما انا خلاص طمنت عليك وطمنت كمان على ابويا، ارجع انا بقى اشوف حاجه. بقول لك يا زين، هو حربي ما رجعش لغايه دلوقتي؟ لسه. طب والنبي لما يجي بقول له يتصل بيا او يفوت عليا يعني. يلا بينا يا دعاء. شوف وشك على خير يا زين. ما تقلقش كده يا زين، دعاء مسيرها ترجع لحته من تاني. اللي عرفك يا فالح؟ اصل الواحده لما تلاقي واحد يحبها زيك كده وتسيبه تبقى عبيطه. ده ايه الكلام الكبير ده؟ هو بقى على قد يا زين. اللي انت عمرك ما حبيت يا ده بركه؟ ازاي بقى؟ حبيت مين يعني؟ ده انا حبيت كل الناس. ياض واحده ست، عمرك ما حبيت واحده ست؟ مش عارف، بس عارف ساعات وانا قاعد لوحدي كده اقعد ابص على اللي رايحه واللي جايه، واحلم ان انا ماشي مع واحده منهم، ماسك ايديها او حاطط ايدي على كتفها، ونتمشى مع بعض، نمشي على الكورنيش، نروح السيما، وفجأة الاقي الواد كيمو جه نزل الشاي، والاقي نفسي لوحدي وفقت من الحلم ده. طب وبتحلم ليه يعني؟ ما تشوف لك واحده بجد تعمل معاها كده. لا انا ما ينفعش يا زين. ما ينفعش ليه؟ لاني غلبان وعلى قد يا زين، وهم ما بيحبوش كده. سيبك من كلامهم ده اللي بيقولوه، احنا عايزين واحد حنين وطيب وابن حلال، كل ده كلام في الهوا. لكن ساعة الجد عايزين واحد حمش، واحد يديهم قلمان، وانت عارف انا ماليش في الحاجات دي يا زين. يا ابن الايه؟ وتقول لي فهمك على قدك؟ ده انا يا ريتني بفكر زيك كده، ما كانش ده بقى حالي ولا كان هم ركبني كده.